في كود خصم تلقوه على الشاشة توا. السلام عليكم. اليوم نبي نتكلم معكم على دار عطور ليبية محلية كلكم تعرفوها، وهي دار أبناء يوسف اللي تأسست منذ عام 1988. دار أبناء يوسف من المتعارف عليه في الشارع الليبي أنها هي تصنف في بدائل لعطور عالمية معروفة، لكن أغلبكم ما يعرفش أن الدار عندها خط خاص بها تصنع فيه في عطورها الخاصة وتركيباتها الخاصة بجودة عالية جدا. تواصلت معي الشركة وبعثوا لي 4 عطور من عندهم، 3 تشوفين قدامكم: سبتموس وأبناء يوسف سبورت وتمبرمان، والرابع بنغازي. خلونا ناخذ كل واحد بروحه ونحكوا عليه بالتفصيل. نبدأ معكم بالعطر الأكثر شهرة والأكثر مبيعا في دار أبناء يوسف، وهو عطر تمبرمان. قبل ما نخش في تفاصيل العطر خلينا نشوف مع بعضنا الباكو كيف يجي فيه العطر. باكو طبعا العطر يجي في حجم 100 ملي تركيز إيد بارفام، واللي عجبني في الباكو الكلام البارز زي ما تشوف فيه مع بعضنا، وشيشة كذلك فخمة قزاز وزنها ثقيل، المغطى متاعها حديد معيش بلاستيك، والبخاخ يوزع في العطر بشكل ممتاز جدا ومتجانس. تمبرمان عطر حمضي خشبي تابلي بطابع ليذري ترابي مدخن. العطر من أول ما استخدمته يذكر فيا ديما بالعطور الأولد سكول الكلاسيكية اللي كانت في فترة التسعينات، لكن أنا جاء بطابع عصري حديث بحيث تقدر تستخدمه في وقتنا الحاضر. العطر مناسب جدا لأعمار من 35 سنة فما فوق، والشباب لو أنت تحب الطابع الكلاسيكي ممكن يمشي معك عطر تمبرمان. أداء العطر أعطاني ثبات على الدبش أكثر من 6 ساعات، والفوحان لا يقل عن 1.5 ساعة، وبعدين يدير عليك هالة عطرية بحيث اللي يكون قريب منك أو يسلم عليك يشم عليك العطر. استخداماته نشوف فيه مناسب جدا للاستخدام اليومي أو حتى المناسبات الخاصة، ما فيش أي مشكلة. فالناس اللي تحب العطور الكلاسيكية لكن بطابع عصري حديث ننصحكم انكم تجربوا عطر تمبرمان. ثاني عطر معايا عطر سبتموس. سبتموس أسهل عطر من 4 عطور اللي وصلني من دار أبناء يوسف. عطر بسيط جدا في تركيبته، ما فيش كثرة دوج ولا لف ودوران، عطر دايركت عبارة عن حمضيات وفانيليا ومسك. العطر متقبل من جميع الناس ويرضي جميع الأذواق. بس من استخدامي له ذكرني بعض العطور اللي أنا حنذكرن توا، وكلامي هذا ما يدلش أو يصفش العطر أنه هو بديل، لا بالعكس، هو عطر جاي في نفس الملعب ومن نفس الدي ان اي للعطور اللي حنقول توا. لو انت من عشاق الثائر دي مارلي ومرسيدس بنز كلاب بلاك ونيشان اني، العطر هذا حتما حيعجبك لانه هو قاعد في نفس الملعب متاع العطور اللي توا، وآمن جدا للشراء العمياني، وخاصة ان سعره مناسب والاداء متاعه عالي، ثباته على الدبش اكثر من 12 ساعة وفوحانه لا يقل عن 2 ساعتين. فلو انت من عشاق الفانيليا بصفة عامة العطر هذا أكيد حيعجبك. ثالث عطر معايا عطر سبورت أبناء يوسف. العطر هذا أكثر عطر أنا استخدمته واستهلكته حاليا. الشيشة واصلة لعندنا من 100 ملي في ظرف 3 أسابيع. عطر بسيط سهل جوكر يمشي معك في كل وقت في كل مناسبة في أي مشوار. العطر ريحته جميلة جدا، عبارة عن حمضيات مع توابل مع لمسات خشبية في القاعدة، يمشي مع جميع الأعمار ويلبي جميع الأذواق. عطر ممتاز جدا بكل معنى الكلمة، والأداء متاعه عالي، أعطاني ثبات لا يقل عن 6 ساعات على الدبش وفوحان لا يقل عن 2 ساعتين، وبعدها يبدأ يقرب منك العطر. فالناس اللي تدور في عطر كاجوال يمشي معاك في أي مشوار ننصحك تجرب عطر سبورت. أما رابع عطر فهو عطر بنغازي، وكيف ما تشوفوا العطر يختلف في التقديم تاعه عن العطور اللي حكيت عليهم في السابق. ومجموعة عطر بنغازي تضم عطرين ثانيات، عطر طرابلس وعطر سبها، ويجي بحجم 75 ملي وتركيز إيد بارفان. عطر بنغازي عطر حمضيات زائدا زهور بيضاء زائدا أخشاب بطابع كريمي. العطر مصنف لجنسين، لكن من وجهة نظري شخصية نشوف فيه انه هو مرتكز بشكل كبير على الزهور البيضاء، فمخلي الطابع متاعه يميل للنسائي اكثر شيء. العطر الاستخدامات اليومية عطر جوكر يمشي معك في اي وقت في اي مناسبة، والاداء متاعه ممتاز جدا، اعطاني ثبات لا يقل عن 6 ساعات على الملابس، والفوحان لا يقل عن 1.5 ساعة، وبعدين يدير عليك هالة عطرية ويبدأ قريب منك بحيث انه يكون جنبك مصبي او مخطم من عليك يشم عليك العطر بشكل واضح. وهذا كان تقييمي الشخصي لعطور أبناء يوسف الخط الخاص. العطور بأمانة تستحق على الأقل التجربة في فروعهم المتوفرة في جميع مدن ليبيا، ورد بالكم تشتروا العطور عمياني، عدوا جربوا وحكموا بنفسكم، لأن الأذواق تختلف، اللي نحب أنا تكره أنت والعكس صحيح. وبمناسبة شهر رمضان المبارك في كود خصم تلقوه على الشاشة توا، قيمته 15%، تقدروا تستفيدوا منه في جميع فروع أبناء يوسف، ومدة الخصم هذا 15 يوم فقط. إن شاء الله نكون أفدتكم، وإن شاء الله تلاقوا فيديو آخر ودعم آخر للشركات المحلية. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم.